في يوم من الأيام، وفي غابة جميلة مليانة شجر وألوان الطبيعة المبهجة، كان فيه عصفور بادجي صغير شكله جميل وريشه ألوانه زاهية، بيطير بين الأغصان مستمتع بالشمس والهواء. وأثناء طيرانه شاف عصفورة صغيرة جميلة وزي القمر قاعدة على غصن شجرة. أول ما شافها قلبه اتنطط من مكانه وقال لنفسه: هي دي اللي أنا كنت بدور عليها. راح طاير عليها وقال: السلام عليكم، أنا بادجي، وإنتي؟ بصت له بابتسامة خجولة وقالت: أنا بادجية، وأهو قاعدة هنا بتمتع بالهوا. ومن هنا بدأت قصة حبهم. كانوا كل يوم يطيروا مع بعض، يدوروا على الأكل، ويرجعوا عند نفس الشجرة يحكوا لبعض عن مغامراتهم. وبعد فترة قرروا ياخدوا خطوة كبيرة في حياتهم، ويبنوا عش دافئ على شجرة عالية. جمعوا أغصان صغيرة وورق شجر، وزينوه بحبهم وشغلهم مع بعض. العش كان جميل ودافي، ومستني أحلى مفاجأة: أسرة صغيرة وسعادة كبيرة. بعد فترة قصيرة ظهر بيض صغير في العش، وكان البادجي والبادجية فرحانين جدا. كانوا قاعدين يراقبوا البيض كل يوم لحد ما فقس البيض وخرجت منه فراخ صغيرة شكلهم زي الكرة الصغيرة الملونة. الأسرة كانت في منتهى السعادة. البادجي كان بيجيب الأكل ويدلع صغاره، والبادجية كانت تحضنهم بجناحها وتغني لهم أغاني صغيرة عشان يناموا. كان يومهم مليان نشاط وفرحة، وأصوات زقزقة الصغار كانت مالية الغابة. في يوم مشمس كانوا العصفورين وأولادهم الصغيرين قاعدين في عشهم. فجأة شافهم شاب صغير بيتمشى في الغابة. أول ما شافهم وقف مكانه، والشاب بان عليه الفرحة والإعجاب. قال لنفسه: يا سبحان الله، العصافير دي جميلة قوي، أنا لازم أعمل حاجة عشان أديهم حياة أحسن. الشاب رجع بيته وبدأ يخطط. قرر يبني قفص كبير جدا مش زي الأقفاص العادية. كان عايز يديهم مساحة يطيروا فيها وكأنهم لسه في الطبيعة. القفص اللي بناه الشاب كان تحفة، مليان ألعاب ملونة ونباتات صغيرة عشان يحسوا إنهم في بيتهم القديم. كان في أطباق أكل مميزة وحاجات يحبوا يلعبوا بيها. بعد ما خلص القفص رجع للغابة وشال العش بحرص شديد عشان ما يزعجهم. لما وصل القفص حط العش جواه، وبدأ العصفورين يشوفوا المكان الجديد. في البداية كانوا خايفين ومش فاهمين اللي بيحصل، لكن بعد ما شافوا الأكل اللذيذ والألعاب بدأوا يتحركوا ويستكشفوا. الصغار كانوا بيلعبوا بالألعاب، والبادجي والبادجية كانوا بيطيروا ويدلعوا بعض. مع الوقت العصفورين اتعودوا على وجود الشاب. كان كل يوم يجي عند القفص يقعد يكلمهم ويحط لهم أكل جديد. كانوا بيزقزقوا لما يشوفوه كأنهم بيقولوا له شكرا. الشاب كان يعتبرهم عيلته الصغيرة، وكان فرحان إنهم جزء من حياته. القفص كان محطوط في الحديقة، والجو كان دايما جميل. الشمس بتدخل عليهم، والنسيم بيهفف على جناحاتهم. كانوا عايشين حياة سعيدة ومريحة، مستمتعين بالحب والرعاية. فضلت العصفورة البادجية تبص للعصفور البادجي وتقول: شايف، كأننا في جنة صغيرة. وكان يرد عليها: كل ده بسبب حبنا وإصرارنا إننا نبقى مع بعض، والشاب ده كان هدية من ربنا. فضلت الأسرة الصغيرة تعيش حياة مليانة حب وسعادة في القفص الكبير، والشاب كان جزء من فرحتهم، مستمتع بكل لحظة يقضيها معهم. وهكذا عاش العصفورين وأولادهم أجمل حياة، ملونة بالحب والدفء.